المستشفى ونمشي. أنا مبسوط هنا ومش عايز أروح. بس أنا جاتلي فكرة. مالك يا عم يوسف؟ بقالك كام يوم كده مش مبسوط، حتى امبارح في الفسحة مرضتش تلعب معانا. ما بقاش في حاجة بتفرحني وزهقان من كل حاجة. زهقان من كل حاجة؟ أيوة، في البيت مشاكل بين بابا وماما، وساعات بيتخانقوا ودوشة من ليلى، وفي المدرسة مذاكرة. أنا زهقت. يا ولاد، الأسبوع الجاي إن شاء الله في امتحان على كل اللي فات. شفت؟ مش قلتلك؟ عندك حق. عايزاكم تذاكروا كويس بقى. بعد إذنك يا ميس مريم، في تنبيه هقوله بسرعة. في رحلة للملاهي بعد ما الامتحانات تخلص، اللي عايز يروح ينزل يسجل اسمه معايا في الفسحة. احنا لازم كلنا نطلع الرحلة دي. احنا من واجبات لامتحانات، فرصة بقى نشم نفسنا. أيوة، أنا هكتب اسمي. أكيد بابا وماما مش هيقولوا لأ، ده احنا حتى لسه طالعين من امتحانات. خلاص، يبقى بكرة نجيب فلوس الرحلة. أيوة، أخيرا بقى حاجة هتفرحني. واو، دي كبيرة قوي، كل دي ألعاب، أنا عايز ألعبهم كلهم. يوسف خليك معانا، الملاهي كبيرة ومش عايزين نتوه من بعض. أنا مبسوطة قوي، ده أحلى يوم في حياتي. أنا مش عايزة أروح. دي آخر لفة في اللعب وبعدها هنتجمع عشان نروح. طب نقعد شوية كمان يا ميس، أنا لسه ما لعبتش كل اللعب. اسمعوني يا ولاد، بعد اللعبة دي هنتجمع عند البوابة. هنا محدش هيشوفني. أنا جريت كتير عشان أكون في آخر الملاهي بعيد عن البوابة ومرجعش معاهم، ودي فرصتي بقى ألعب واتبسط تاني. أيوة، اللعبة اللي هناك دي أنا ما جربتهاش، هروح أجربها. في حد مش موجود، العدد ناقص 1. يا ولاد، في حد صاحبه مش معاه؟ يا ميس مريم، يوسف مش موجود. وده هيكون راح فين بقى؟ طيب بصوا يا ولاد، هندور على يوسف وبعد 10 دقايق بالظبط هنتجمع هنا تاني. اوعوا حد يتأخر. أنا زهقت من كتر ما بلعب لوحدي. أنا كنت فرحان، ليه رجعت زهقان تاني؟ وأصلا في لعب بيطفوها خلاص. انت مين؟ وبتعمل ايه هنا؟ انت تايه؟ أنا يوسف وكنت بلعب. لا، مش تايه، أنا اللي بعدت عن الميس وصحابي عشان ألعب. طيب انا هروح انادي اسمك في الميكروفون علشان المس تلاقيك. ميكروفون ايه؟ أرجوك ما تقولش لحد إني هنا. مالك في ايه؟ بصراحة أنا مش عايزة أروح البيت عشان هرجع زعلان تاني، وأنا هنا كنت مبسوط. انت فاكر انك لو فضلت هنا هتفضل مبسوط؟ أيوة، أنا هنا بلعب وبجري وبتنطط. انا معاك انك هتفرح شوية، لكن بعد كده الفرح ده هيروح وهتزهق وتتعود على كل الحاجات اللي بسطاك دي، وده مش الفرح الحقيقي. يعني إيه؟ الفرح الحقيقي مش في الحاجات اللي بنجيبها أو بنعملها. الفرح ده بيقعد شوية وخلاص، وبعد كده ترجع زعلان تاني. أمال إيه هو الفرح الحقيقي؟ الفرح الحقيقي هو إنك تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى
دايما موجود ومعاك وبيحبك جدا. بيحبني ازاي يعني؟ هو خلقك على أحسن صورة ومهتم بيك، مهتم بفرحك اللي أسبابه بتتغير كل شوية، مهتم براحتك إنك تبقى ناجح، مهتم يرتب لك حياتك لما تعرفه وتدعيله في أي وقت تلاقيه جنبك. ده الفرح اللي بجد. ده غير بقى إنه عندك بيت وعيلة وأصحاب. أيوة، أنا ما كنتش واخد بالي من كل ده. علشان كده لما بستقبل حب ربنا سبحانه وتعالى هو بيعرف يفرحني بطرق مختلفة، وكل يوم جديد فيه هدايا ليك. أيوة صح، أنا اتأكدت إن ربنا بيحبني وكمان عايز يفرحني. طب مش هتيجي معايا بقى علشان نروح للمس بتاعتك؟ زمانهم قلبين الدنيا عليك. يلا بينا. شكرا يا عم جميل عشان سمعتني، الكلام معاك ريحني. العفو يا يوسف، وهستناك تيجي تاني، بس تيجي تلعب وتروح. اتفقنا يا عم جميل يا جميل. بحب أروح الملاهي ألعب أفرح وأتنطط، لكن بعد ما أروح ممكن من زعلي أعيط. بحب أروح الملاهي ألعب أفرح وأتنطط، لكن بعد ما أروح ممكن من زعلي أعيط. يا ربي ياللي خلقت الفرح، خليني أفرح أنا من قلبي. ده الفرح عندك عمره ما يخلص، حتى ولو خلص عندي. يا ربي ياللي خلقت الفرح، خليني أفرح أنا من قلبي. ده الفرح عندك عمره ما يخلص، حتى ولو خلص عندي. يا رب شكرا عشان اليوم بتاع النهاردة، أنا اتبسطت قوي. شكرا عشان قابلت عم جميل ووراني قد إيه أنت بتحبني ومهتم بيا وبتديني هدايا كتير. شكرا عشان بيتي وأوضتي وإخواتي، حتى لو ليلى بتعمل دوشة يعني، بس كفاية إن عندي إخوات. شكرا عشان بابا وماما، حتى لو بيتخانقوا ساعات لكنهم بيحبوني وبيعملوا كل حاجة عشان أكون مبسوط. شكرا علشان صحابي والمدرسة وميس مريم. عارف يا رب، أنا حاسس إن عندي حاجات كتير. شكرا يا رب إنك هتفضل معايا. أنا فرحان قوي. أنا نعسان قوي.